عدد جديد كليا من برامج تحريات. أهلا بكم. قضيتنا 641 قضية اليوم تتعلق بأخطر فتاة إسبانية وأحقرها. تزيل إلى بيت زوجها المغربي وتقول له تعال معي. تصدق جريمة اختطاف، وهل هو مسبوق للقضاء؟ تابعوا معنا. هذه المرة الحلقة يتحدث عن فتاة إسبانية تقوم بزيارة منزل زوجها المغربي وعائلته، فما هو الكذب عن خطره؟ هذه المرة تتحدث عن جريمة القتل واستفراغ وغيرها. هذا رأي العام في الولايات المتحدة، أبشع جريمة لن تكون في حضارات عديدة. ولهذه المرة مواطن تونسي يقدم بلاغ ضد شرطة البي سبورت في ولاية تكساس، ويقدم بلاغات عديدة. فقال المحقق له: أنت متورط في جريمة القتل، ولن تكون أنك لا ترغب بالعثور على الجثة. مواطن تونسي يتزوج فتاة أجنبية ويتعوض بأنه طلق زوجته المصرية من أجل زواج من فتاة مغربية. الفتاة الإسبانية تدعى مالينا، قامت بزيارة إلى زوجها الجزائري أو زوجها المغربي، وهذه المرة لا تكون أن تبدأ هذه الجريمة السهرة المماثلة. وهل هو من جعله أن يذكر فيه القضية المثيرة ضد الشعب الأمريكي؟ مواطن أمريكي وزوجته التونسية يقولان لحديث الزواج. الزوجان الأمريكي والتونسية يقولان للشعر. المواطن الإسباني والتونسي يبحثان على علاقتهم في ممارسات خاطئة، فقاموا بالتحقيق بخصوص هذه الجريمة. مواطن مغربي متزوج من فتاة إسبانية أخطر وأحقرها، إلى أنها كانت تزير بيتها أو تزير بيت شقيقها أو زوجها. فتاتين مغربية وأمريكية تدعنا جمان وساندرين. الفتاة المغربية ساندرين قد تزوجت من شاب تونسي اسمه ياسين وتكلمه كل يوم، ولكن لن تفضح أمام الناس. ولظهور فتاتين تونسية ومغربية لزيارة عشيقها الجزائري وتطالبه بعد أن تحقق مع فتاة تونسية. ولظهرت فيه ساندرين كانت ساندرين شاهدت رسالة زوجها التونسي اسمه ياسين وتقول: شكون خير. هذه الفتاة المغربية لكنها جميلة جدا، أحقر من الفتاة الإسبانية، متورطة في عملية السرقة. ساندرين كانت تسكر الباب وتكلم زوجها التونسي بطريقة غريبة، ولكنها جنسيتها مغربية، وهذه المرة تحدث معها بطريقة جديدة. تونسية وأمريكية يتبادلان أطراف الحديث، وهل استعراضهما في قضية الاحتيال والنصف أو قضية مماثلة. ولكن من هي القاتل؟ إسبانية وتونسية يجتمعون كلمة غريبة، وهو من هناك أنهم لم يدعون اسمهم الحقيقي في المسلسل الأمريكي عزة الشارع التونسي. هذه الجريمة فتاة تونسية كانت تعرضت للسرقة والاعتداء من قبل والدها، لكنه كانت أبرز التحديات لفك القضية. وتبين للمحققين أنه تم نشر وقائع متورطة في أعمال العنصرية والتهديدات، كما يمكن أن يقروا علاقتها في الجرم المشبوه قد لا يؤم جمهور النشر. هذه المرة كانت ترتبط هذه الفتاة مع زوجها الإسباني وفتاة مغربية، لكنهما يشعران في كلمة غريبة هزت الشارع، ولكن أنهما سينتصران عنهما. وهذه المرة تحدثت الخلاف العائلي قد لا يؤم جمهور النشر، ولكن من هو القاتل المبيح الذي يمكن استعمالها؟ بعد ذلك زوجة المغربية وتحقيقاتها. ياسين وأخيه الجزائري يتبادل معه، إلى أنه تونسي وجزائري بمطالبة السحب من قيمة 200,000 دولار أمريكي على زوجته المغربية. ولكن هذا الأخ ياسين يشك في مكالمة زوجته المغربية ويتزوجها. هذه الجريمة لن تتنصر في ولاية تكساس، لكن قصبت الآلاف من المواطنين لكسب عدد من المسلسلات الأمريكية النسائية المتهمة للعربية.
وهذا الموضوع لن تنتهي. وبهذا مستمعينا الكرام نصل بكم من نهاية حلقتنا من التحريات، ألتقيكم في حلقة قادمة يوم الاثنين بإذن الله. معكم ياسين البلطي، ألتقيكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.